كل كلمات الدنيا لا تكفي شكرا للفنانين الكبار سمير عبد الغني، محمد عبلة، وسعدان السلموني الشاعر الفنان، على هذه الحفاوة وهذا المعرض العظيم اللي عن مستوحى من روايتي لا أحد ينام في الإسكندرية. سعادتي كبيرة جدا أن ألاقي هذا العدد الضخم من الأجيال الجديدة مشتركين بلوحات استوحوها من رواياتي في الجامعات المختلفة. فأنا حسيت النهاردة ان انا يعني انتصرت على اي شيء قابلني في حياتي. حسيت بقيمه ما كتبت وسعيد جدا جدا جدا. انا قبل كده ماهر جرجس الفنان التشكيل العظيم عمل معرض عن لا احد ينام ومعرض عن عربات البهجه في اسكندريه. كان معرضين يعني عظيمين جدا، لكن ان انا الاقي هذا العدد من الفنانين الشباب رسمين عشرات اللوحات مستوحاه من روايتي او رواياتي، ده شيء عظيم جدا جدا. والشكر كل كلمات الدنيا لا تكفي سمير عبد الغني ولا سعدان السلموني الشاعر الجميل ولا وصاحب مشروع محو الأمنية البصرية ولا محمد عبلة ولا كل الحاضرين. شكرا جزيلا، ألف شكر. المعرض انا عاجبني ان في طلبه وروح الشباب دي موجوده، وان في شباب كتير، وبعدين تتاح لهم الفرصه ان هم يعرضوا والناس تتفرج على شغلهم. ده شيء جميل. هي الفكره حلوه جدا ان الناس تلاقي سبب ان هي تتجمع مع بعض ويبقى في حوار، لان حصل حوارات كتيره وده شيء مهم. اجمل حاجه في الفن الكلام حواليه. على مستواي الشخصي سعادتي الغامرة بوجود تلامذة طلاب في المستوى الأول أو الثاني في كلية الفنون الجميلة الجامعة المصرية الروسية، أنهم يشاركوا بقوة في هذا الحدث الجميل. وطبعا الأمر الثاني المهم أنهم يشاركوا، يعني يبتدوا يفكروا في أنه الفن له معنى، مش مجرد ان احنا بنصنع صور فقط وبنلفت انتباههم لمسألة الأدب، وفي قيمة كبيرة متضمنة جوه روايات إبراهيم عبد المجيد. شكر واجب للأستاذ سمير عبد الغني وصديقي سعدان السلموني على هذا التفكير الراقي الذي ينظر إلى المستقبل، اللي هو متمثل في جيل الشباب الموجود الآن. وكمان ضروري أن نشكر الجاليري، لأنه الحقيقة برضو نشاط آرت كورنر نشاط متميز جدا وبيحتضن التجارب الواعدة. دايما أبص العلاقة بين الأدب والفن علاقة قديمة جدا، وأجمل حاجة هنا إن احنا طبعا بنحتفي بأديب مهم وبرواية مهمة من خلال مجموعة من الفنانين اللي هم ما بين فنانين متحققين وعندهم تجربة كبيرة ومهمة، وفنانين لسه طلاب للفن او معيدين فده في حد ذاته احتكاك مهم للاثنين. وفكره الادب والفن ده مرتبط من زمان قوي، يعني لو احنا قلنا مثلا من ايام هوميروس ومن ايام فرجيل واوفيد وكل الشعراء اللي هم يعني ما بين قبل الميلاد وبعده، كل دول كانوا مرتبطين بالارت بصوره مباشره، سواء كان دروينج او بينتينج او جرافيك او نحت او حتى في العماره. فهو الادب جزء كبير جدا من صياغه الطرح الفني التشكيلي من زمان. وطبعا عبر العصور بقى فضل استلهامات الفنانين من الشعراء فضلت موجودة بقى، مثلا في أشعار ويليام بليك وميلتون وأشعار بودلير وأشعار
إدجار ألان بو، يعني كل تقريبا أصحاب اللي هم القصاصين أو الروائيين يعني، أو الشعراء، هنلاقيهم ليهم امتداد في الفن التشكيلي. فجميل إن احنا يبقى في مصر هنا وعي بهذا اللينك اللي هو بين الأدب وبين الفن. يعني من أهمية مشروع محو الأمية البصرية هذا اليوم العظيم اللي هو يعني طلع لنا بنجاحات عظيمة جدا، بداية من انطلاقنا من ارت كورنر من الزمالك، هذا الجاليري العظيم، بالجامعة المصرية الروسية، كلية الفنون الجميلة بعمتها الفنان الكبير محمد عرابي. ده كان مكسب عظيم جدا ان تضع ايديها المدرسة في ايد الجامعة في ايد الجاليري وتحقق هذا النجاح العظيم. 15 طالب تبنتهم المؤسسة، هتعمل لهم طبعا كتاب وهتقدمهم لدراسات نقدية بالنسبة ليهم، وده هيترجم بشكل او باخر، مش عايزين نحرج المفاجآت. كل ده كان وراه صاحب الفرح الاكبر الفنان الكبير سمير عبد الغني، الفنان الكبير فوزي المرسي. فده انا سعيد سعاده غامره ان نجحت مؤسسه محو الاميه البصريه ان تقوم بهذا النجاح العظيم. وطبعا ده كل ده في نور الفنان الكبير محمد عبله ضيف شرف طبعا، وده وسام شرف الوطن العربي قبل ما يكون وسام شرف مصر، ثم الكوكب الكبير عمنا ابراهيم عبد المجيد. كل هذا النجاح يصب في كوكب ابراهيم عبد المجيد، لان بقى ابراهيم عبد المجيد رائد الاجيال، لم يترك جيل الا ما وقف معاه وسنده لحد ما بقى في فنان كبير. 35 سنه يسند، وانا واحد من هؤلاء الناس. فانا سعيد جدا ان بنقدم هذه البونبونايه لهذا العظيم. اللوحه دي يعني بما ان المعرض عن ابراهيم عبد المجيد ولا احد ينام في الاسكندريه، فاسكندريه الفنار والبحر، فيعني تعبر عن اسكندريه، والفنار ده رمز لحاجات كتيره قوي يعني. فانا وقفت قدامها، عجبتني. الناس اللي قاعده مستنيه اللي جاي من الناحيه الثانيه، فعجبتني اللوحه دي. عايزه تكلمينا عن التجربه كلها، يعني لما استاذ ابراهيم عرف المعرض كان احساسه، انت شايفه ده ازاي؟ لا، كان مبسوط جدا. هو ابراهيم يعني بيتاثر قوي بالناس اللي بتحبه، يعني بيبقى سعيد جدا وبتسيب اثر في نفسه. يعني زي ما هو كده اسكندراني، بيفرح بسرعه ويزعل بسرعه وكده، فبيبقى فرحان جدا وبيبان عليه يعني ان هو سعيد ومبسوط. فهو الحقيقه النهارده جاي وهو مبسوط جدا. وبعدين لما شاف المعرض وشاف اللوحات، ابراهيم بيحب قوي الفن التشكيلي يعني، فكل الحاجات بسطاه. محبه الناس، وربنا يحبب فيه كل الناس زي ما انتوا بتحبوه كده. أنا مي عبد النبي في الجامعة الروسية المصرية الروسية، قسم تصوير سنة أولى. إحساسي بصراحة حاسة بإحساس كتير، اللي هو متوترة شوية، وبرضه حاسة بإحساس لذيذ إن هو أول جاليري ليا عامة، والأجواء كانت لذيذة أوي. وكان يوم حلو إن إحنا قابلنا فنانين كتير، واللي هو كان شرف ليا إن أنا أقابل فنانين كتير النهاردة عامة. حاسة إن هي تجربة حلوة، عاوزة أكررها تاني كتير عامة. قريت الرواية بتاعت لا أحد ينام في الإسكندرية، وكان عاجبني الإحساس بتاعها قوي، والأحداث والقصة وكانت عجباني قوي عامة. الرواية كانت حرفيا تحفة فنية، واستوحيت منها احاسيس كتير قوي، ده ممكن يكون اثر فيا وانا شغاله على اللوحه بتاعتي. عهد مصطفى في الجامعه المصريه الروسيه، كليه فنون جميله، قسم تصوير ذكي. بس انا مبسوطه جدا ان انا شاركت في المعرض، وان شاء الله يعني اشارك في حاجات كتيره زي كده جميله يعني. احكي لي بقى الفكره اللي جات لك كانت عباره عن ايه؟ يعني انت لما قريت الروايه فكرتي تعملي ايه؟ انا حسيت ان اسكندريه بلد صيفيه، وبلد يعني الجو فيها لونه ازرق كده. اسكندريه جو فيها الوان، يعني ما حسيتش ان انا عايزه اغمق الدنيا قوي، فعملت الوان هاديه والوان حلوه برضو. بس يعني فركزت اكتر على الالوان والحصان حاجه جميله قوي. الاسكندريه القديمه واسكندريه رمز جميل يعني
لزمان ودلوقتي برضو. معرض لا أحد ينام في الإسكندرية معرض متميز، والأول نوع إن يبقى فيه معرض على ضوء رواية، حاجة جميلة جدا. اشترك فيها 60 فنان، وبصراحة كانت رؤية مختلفة وألوان مختلفة وتكنيك مختلف ما بين الرصاص والألوان والزيت والإكليريك. شخصيات جديدة وشخصيات جميلة، وبصراحة أبهرني اللوحات الطلبة اللي هم بتوع الجامعة الروسية. فلقيت إن في جيل واعد، جيل يعني بيديني أمل إن بكرة أحلى، وبكرة أحلى ده عنوان معرض الجديد. لا أحد ينام في الإسكندرية فكرة لطيفة قوي. كانت إحساسي إن إحنا عايزين نقول لروائي مهم قوي شكرا على كل حاجة عملتها عشان خاطر الناس تستمتع. وعشان أنا اسكندراني وهو اسكندراني فقررنا إن المعرض يبقى له علاقة باسكندرية، فاخترنا رواية لا أحد ينام في الإسكندرية وإن هي تبقى عنوان المعرض. كلمنا الدكتور عرابي، كنا محتاجين الطلبة تشارك على أساس يبقى في دم جديد في جاليري آرت كورنر. الطلبة اهتمت، قروا الرواية وكل واحد قدم وجهة نظره حواليها، واتصور انه المعرض فيه اكتر من 60 عمل ما بين طلبه واساتذه وفنانين تشكيليين كبار. احساسي ان محمد عبله يوافق ان هو يبقى ضيف شرف المعرض كان من الحاجات الجميله جدا. المعرض نجح لانه فيه طاقه حب، كل حد شارك في المعرض بقى موجود وعنده احساس انه بيعمل حاجه حلوه. ربما ناس كتير ما عرفتش ابراهيم عبد المجيد الا من خلال الروايه، لكن النهارده قابلوه. جمله حلوه قوي قالها لكل الناس، ان النهارده اسعد يوم في حياتي. فلو كلنا بقى اشتركنا، سواء انا وسعداني السلموني اللي هو مؤسس محو الاميه البصريه والدكتور محمد عرابي وجاليري الارت كورنر، عشان ابراهيم عبد المجيد يقول ده اسعد يوم في حياتي، فانا اتصور ان احنا عملنا حاجه حلوه. لما اكون انا رسام كاريكاتير والدنيا ماشيه معايا، لكن فجاه احس ان انا عايز اعمل حاجه ثانيه والامر صعب، لكن المره دي وانا بحاول اشتغل في المعرض ده اتصور ان انا قدمت حاجه لطيفه. يعني الولاد في البيت ومراتي كانوا بيقولوا لي اللي بتعمله كويس، وكلمه كويس دي لما سمعتها اتصور انها شجعتني ارسم من لوحه للثانيه لحد ما بقى 10 لوحات. اتمنى طبعا ان الناس تقول عليهم كلام كويس. شكرا. شوف اجمل حاجه عجباني طبعا البساطه، وبعدين درجات الازرق المختلفه، وبعدين الرسم مش رسم بالاسود بس، رسم بالاسود ورسم بالابيض. وبعدين الوش، الاتجاهات بتاعت الوش كانت حلوه جدا، دي هنا ودي هنا، وعمل اختلاف في احجام السمك. فاجمل حاجه ان فيها تنوع، بيسموها فيها ميوزك، يعني فيها مزيكا. المزيكا دي جت من الاختلافات اللي حصلت بين احجامهم، بين السمك، الاتجاهات بتاعتهم. ده عمل جميل.